هم اتعودوا عليك اهبل. مصاحبينك اهبل، فما تحاولش ان انت تغير حاجه. ياخدوا منك الحاجه ما يرجعوهاش، تقعد معاهم انت اللي تحاسب. هم عادي ما يسالوش عليك، انت اللي لازم تسال عشان انت رئيس مجلس اداره المجموعه. اتعودوا عليك يبقوا مشغولين عنك عادي، لكن انت اوعى تنشغل عنهم. ايه ده حب جديد والكلام الفارغ ده؟ ايه هتصاحب وكده؟ اوعى تنشغل عنهم بحاجه، اوعى تركز في شغلك، اوعى ترضي اهلك. ايه ده عندك نفسيه بكده؟ ما فجاه ظهرت لك النفسيه؟ اوعى تكون مضغوط ومش طايق تشوف حد. اوعى تكون مثلا لا سمح الله تهتم بحياتك، لا انت فاضلهم يكلموك تنزل على طول. اوعى مثلا تطلب منهم حاجه سلفتهم، اوعى تطلب حاجتك ابدا. اوعى تدور ان هم ما سالوش عليك، انت اهبل، اتعودوا عليك اهبل. هتعيش في وسطهم كده، يوم ما تستنصح ولا تركز في حياتك ولا يبقى في حياتك حد جديد ومهتم بيه، ولا مثلا خايف من مراتك ولا انت خايفه من جوزك ولا عايزه تقعدي مع اولادك شويه ولا حاجه، اوعي. انت ملكهم، انت مش حرة نفسك ابدا، ولا عندك رأي ولا شخصية ولا نفسية ولا جمعية ولا اي حاجة من ده. هي رسين.